السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، نهار جديد وفلوق جديد. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم الأجواء ديال عيد الأضحى، كيفاش دوزناها هذا العام. وواخا الغربة واخا البعد، ولكن كنحاولوا أننا نخلقوا الأجواء المغربية التقليدية ديالنا في ديورنا. اللهم لك الحمد على كل حاجة. أول حاجة نبغي نقول لكم هي عيد مبارك سعيد بالصحة والسلامة والهنا والرزق، ويحقق لكم ربي داكشي اللي كتمناو، ويعاودوا علينا وعليكم ربي أعواما معدودة إن شاء الله، وحنا في أحسن صحة وعافية. كيف ما شفتوا اليوم الصباح فقت شوية بكري كيف العادة، ضروري الأعياد كنفيقوا فيهم الصباح بكري. كانت عندنا الصلاة ديال العيد مع 7:30 ديال الصباح. راجلي مشى يصلّي، وأنايا نضت هكا. قُلت أول حاجة نوجد الفطور باش حيت يجي يلقى الفطور يلقى الفطور موجود ونفطروا مع بعضياتنا. وداك الشي اللي درت، وجدت الفطور، حطيت الطبيلة ديال الفطور، ومن بعد درت واحد شوية ديال التبخيرة هكا في الدار. ضروري نخلقوا هكا أجواء. حاولنا أننا نلبسوا هكا ملابس بلدية، أنا ولدي راجلي، يعني كيف ما قُلت لكم، رغم البُعد ورغم الغربة كنحاولوا نخلقوا الأجواء المغربية عندنا في الدار. ما كايناش شي عائلة مغربية أولا عربية عايشة في بلاد من غير بلادها وما كديرش الأجواء ديال بلادها في دارها. وداك الشي اللي كنحاولوا حتى حنا نديرو، حتى وليداتنا يعني كيكبروا في هذوك الأجواء وكيعرفوا شنو هما الأعياد ديالنا، وكيعرفوا بزاف ديال الحاجات على التقاليد المغربية والتقاليد ديالنا العريقة. صافي كيف ما قلت لكم، حطيت هكا طبلة الفطور. بالنسبة للحلوى حطيت داك الشي اللي قسم الله. شي حاجة وجدتها، شي حاجة كنت جبتها معايا من المغرب، المهم وجدتها هكا دغيا دغيا، وحطيت الطبيلة ديال الفطور. ونخليكم مع هاد اللقطات ونتلاقاو إن شاء الله. من بعد ما سالينا الفطور فصافي هكا بقينا جالسين هضرنا مع العائلة، باركنا العيد لبعضياتنا. صافي راجلي جات الوقيته اللي خاصو يمشي باش غادي يجيب الحاولي ويجيب داك الشي ديالو. هنايا بقيت أنايا جالسة يعني كنتسنى وقتاش يجي، حيت راكم عارفين الشقة ديال العيالات
كيبدا حتى كيجيو حتى كيجي الماتيريال ديال الحولي عاد كنبداو الشغل. فصافي قلت اجي نحيد عليا الطبله ديال الفطور، نجمع هكا الطبيله. صافي داكشي اللي درت، جمعت الطبله، جمعت الدار هكا شويه، يعني غير داكشي سطحير. ما كنبغيش انا صراحه ندير الشقه بزاف نهار ديال العيد، خاصه النظافه ديال الدار. كنكون جامعه الدار قبل، ونهار ديال العيد صافي الا كان العيد صغير كنديرو فقط الحلوى الغدا، داكشي خفيف. الا كان العيد الكبير كنخلي عاوتاني فقط التمره ديال العيد، وما كنديرش داكشي ديال نشطب ونسيق ونجفف. يعني داكشي كيكون عندي، كتكون عندي الدار ديجا نقيه. وراكم عارفين العيد الكبير هنايا صراحه ما كيكونش فيه التكرفات. كيجيبوا الحاولي ناضي يعني مغسول منقي كلشي. الدواره وداكشي كيجيبوها ليا مغسوله، كلشي كيجيني مغسول. يعني انا كنعاود لهم غير الغساله وكنقيهم. فصافي هنايا كنت صايبت واحد الكاس ديال القهوه، قلت نجلس نرتاح انا، يلاه جلس. وراجلي دخل، فصافي ما بقاش الوقيته ديال الجلاس، غادي نجلس ونشرب القهوه على خاطري. نط هي هذيك، نط نحيد عليا هاد، نحيد عليا الغساله ونحيد داكشي اللي غيتغسل. اول حاجه بديت بها هي الشحمه ديال بولفاف. غسلتها هكا مزيان ومشيت نشرتها في الشميشه باش تنشف. الكبده حتى هي جمعتها هكا غسلتها. هادوك كانوا الكلاوي حتى هما جمعتهم. صافي هنايا هنا درت الماء يسخن باش غادي نغسل الدواره. غادي نخليها واحد شويه هكا حتى كترطب باش تجيني سهله في الفسيخ ديالها، ما تقبط لياش الوقت. وغادي نوض نغسل دابا الريه. راكم عارفين الريه كتقبط شويه الوقت. صافي بديت كنغسل فيها ونعاود. شوفوا كي كانت اللون ديالها، عقلوا على اللون ديالها كيفاش كان وكيفاش غنردها. عرفتي غادي نردها بيضاء كتشعل. صافي يعني راكم عارفين هاد التماره هادي وهاد الغساله راه حنا توارثناها ابا عن جد. توارثناها على ماماتنا وجداواتنا. يعني هكا من نهار حلينا عينينا في الدنيا وحنا كنشوفوا عائلاتنا كيفاش كينقيو وكيفاش كيصايبوا. وحيت كبرنا شويه ولينا حتى حنا كنعاونوهم، ولينا كنعرفوا بزاف د الحوايج. ومن بعد ما درنا ديورنا فرحنا اللي ولينا كنتكلفوا بكل شيء وكنغسلوا داكشي كامل. فصافي هنايا غادي نغسل داكشي كامل وغادي نقي غنقي داك، غنقي كل شيء. وغادي ندوز باش نوجد الغدا ان شاء الله. صافي من بعد ما ساليت الغساله ديال الدواره، غسلت الرياف، انا خليتهم يقطروا هكا في الجنب. هنايا وجدت القلب ووجدت الكلاوي، صافي حطيتهم باش غادي يمشيو هذوك للشوايه. بالنسبه للكبده فانا درتها هكا في الماء طايب، غنخليها تسلق غير واحد 5 دقائق. صافي وغنحيدها، يعني غير كتشمع وصافي كينشف منها الدم. حيت البنات انا غادي نطلع نشوي في السطح وما عنديش كيفاش نبقى نطلع معايا الماتيريال بزاف وعاد دير لها نص شويه وعاود تحيدها. يعني حيت كنكونوا في البلاد كتجي زوينه ديك الطريقه، ولكن هنا كندير لها هاد الطريقه هكا ساهله دغيا دغيا. كتنشف من الدم وكندير لها الكمون والملحه. صافي كتكون عندي واجده، يعني كنطلع نيشان كنشويها. صافي هنا بديت كنوجد شلاضه ونوجد داكشي اللي غادي نطلعوا نتغداو به ان شاء الله. حيت غنطلعوا نتغداو ان شاء الله في السطح. وهكا زدت واحد المرافقات شويه. درت هكا الكفته. بالنسبه للكفته واللحم فهما كانوا ديجا عندي في الثلاجه، انا غير جبتهم البارح في الليل وقلت نعاون بهم هكا في الغدا، نزيدوهم في الغدا وصافي. هكا واحد شويه ديال الكفته زدتها والطريفات ديال اللحم حتى هما كنت شرملتهم، هادشي كامل شرملته ليله قبل
وبيتو في الثلاجه، يعني الصباح هكا جاني دغيا دغيا حطيت داكشي. بالنسبه للكلاوي البنات، ديك الشحمه ديال الكلاوي كنحيدها وكنحتفظ بها. بحال دابا مثلا بعض المرات هكا يعني من غير العيد كنبغيو نديرو هكا شويه ديال الباربيكيو اولا نشويو وهكا، حيت كنبغيو نطحنوا اللحم كنزيد معاه هذيك الشحمه الكلاوي ديال الغنمي. عرفتي حيت كطحنيها مع اللحم ديال البقري كيجي المذاق ديال الغنمي، عرفتي كتجي بنينه. وصراحه ديك الشحمه ديال الكلاوي كتبنى اللحم. صافي هنايا وجدت شلاضه هكا تاع الروز، صايبت المايونيز. صافي هكا وجدت داكشي كامل اللي غادي نطلعو معنا للسطح هكا، حيت قلت لكم ما بغيتش نطلع معايا الماعن بزاف باش ما نبقاش عاوتاني طالعه هابطه في الدروج بزاف. صافي هنايا الكبده ها هي كيف ما قلت لكم، من بعد ما كندير لها ديك نص سلقه كتجي بحال هكا، يعني كتشمع وكينشف من هذاك الدم، هي راه مازال خضره. صافي كنقطعها هكا طريفات اللي غادي ندير بهم شوا. حيت الصراحه حتى القطبان ما عنديش بزاف، يلا عندي القطبه اللي درت فيهم هكا اللحيمه، وما بقاو لي غير جوج اللي بقاو لي خاويين. فصافي خاصني حتى نشويو اللحم ان شاء الله، هو اللي كيشد الوقت بزاف في الطياب، عاد من ديك الساعات نشويو وعاد غنشويو الباقيه. صافي هنايا هو تبارك الله كلشي واجد، الغدا ديالي كله واجد. هنا طلعنا للسطح، عرفتي درت لكم واحد الجلسه مغربيه تقليديه في السطح. درت واحد ليزار هكا الفوق باش غطينا على الشمس، ولتحت فرشت واحد الزريبيه، درت الطبيله، درت لها لاناط هكا وحطيت المعينات. حطيت الغديوه ديالنا هكا شليضات، قليت شويه ديال بطاطا، طويجنات واحد درت فيه ديك البصيله اللي شاط، هاد البصيله اللي شاط على القضبان ديال اللحم. وخلاص زويتنات. عندي هنايا لي بروشيت، عندي شويه تاع الكوتليت، عندي كفيته هكا بولفاف. هاد المايونيز عرفتي جا كيحمق. دابا نشارك معكم الوصفه ديالو ساهله بزاف وكيصدق 100%. صافي هنايا خلاص راجلي راه هو اللي مكلف بالشوايه، هو اللي كيشوي، انا غير كنعمر ليه القضبان، نعمر ليه الشوايات ونعطيهم، هو اللي مقابل هو اللي مقابل الفاخر. صافي ها هي الطبيله ديالنا. صراحه درنا واحد الاجواء اللي زوينه، واخا كتكون ناقصه، ولكن الحمد لله كنحاولوا اننا نخلقوا الاجواء مع بعضياتنا هكا في الدار، ونعيشوا هكا الجو مع بعضياتنا. احسن حاجه عندي انا هنايا هي اننا عندنا السطح ماشي مشروك مع الجيران، عندنا كل واحد والسطح ديالو، يعني قاسمينو تراسات، كل واحد عنده الساروت كيدخل للسطح ديالو. فان شاء الله السطح غنشارك معكم واحد الفيديو مفصل عليه، حيت بغيت نصلحو ان شاء الله ونقادو. وان شاء الله علاش لا غادي نشارك معكم داكشي بالتفاصيل وتعطوني نيت الاراء ديالكم. صافي هنايا في العشيه، راكم عارفين اللي العشيه العيد عرفتي غير هبطنا دوشنا طحنا كاو، جاتنا ديك الغيبوبه ديال العيد عرفتي نعسنا ارتاحينا من فقط في العشيه هكا. فصافي نضت قلت اجي نحيد عليا ديك الدواره، حيتاش راه بقات قطرات تبارك الله كل شويه. كنت كنمشي كنخوي لها الماء، حيتاش كتبقى تعمر ليا البانيو، مع دايرها تحت دايره تحت منها البانيو، كيبقى البانيو يعمر بالماء. صافي كنبقى نخويها حتى تقطرات مزيان من الماء، ما بقاش فيها الماء. صافي هنايا شديتها قلت اجي نقطعها بعدا نحيدها عليا. قسمتها هكا في الميكاس حيت جاتني تبارك الله كثيره، يعني واخا الحاولي صغير وداكشي صغيور، ولكن حيت قطعتها كتبان تبارك الله كثيره. وغير حنا غير انا وراجلي اللي كناكلوها، يعني تا ولدي راكم عارفين يلا كينقب وصافي. صافي هكا جمعتها قسمتها على جوج، نص خليته باش غادي نطيبو غدا ان شاء الله، والنص الاخر جمعته. حنا ما تعشيناش حيتاش صافي تبارك الله تغدينا مزيان، كلينا مزيان، واخا النص ديال داكشي ديال الغدا بقى، ولكن الحمد لله. صافي هكا من بعد ما ساليت جمعت الكوزينه، درت ليا واحد الكويس ديال اتاي مشيت شربته، وجلست هكا كنتفرج، وهكا داز العيد ديالنا. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يكون نال اعجابكم، وتكونوا استمتعتوا معايا واحد شويه، وكون شاركت معكم شويه من الاجواء ديالنا هنايا في الغربه. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، وشكرا على حسن المشاهده. تهلاو لي فراسكم وبسلام عليكم.